أهلا بكم في نادي الذكاء الاصطناعي. معكم أحمد محي. الذكاء الاصطناعي، المستقبل المرعب، الاستيلاء على جميع الوظائف، تشريد الملايين، قتل الإبداع، السيطرة على العالم. انفد بجلدك. فاصل ونعود. اللي أنا قلته ده في الحقيقة هو المشهد اللي بيتباع لينا يوميا من دول. لكن الحقيقة الذكاء الاصطناعي بيتطور بسرعة مذهلة، لدرجة إن مشاكل كتيرة تحدثنا عليها في حلقات سابقة كانت موجودة في الذكاء الاصطناعي منذ ظهوره، أصبحت اليوم في تطور مستمر، زي مشكلة الهلوسة بدأت تقل بشكل واضح، واللي كان يعتبر مشكلة وكارثة تقنية أصبح اليوم محل استثمارات بمليارات الدولارات. لو سألت أي حد عادي أنت خايف من الذكاء الاصطناعي، هيقول لك أنا خايف. طب أنت خايف من إيه؟ هقول لك معرفش. النهاردة مش هنقول لك ما تخافش، هنقول لك تعالى هنفهم سوا الخوف، ونفصل بين الحقيقة والخيال، ونحول خوفنا ده لطاقة وقوة. طيب ليه الخوف موجود أصلا؟ الخوف ظاهرة تاريخية اتوجدت مع كل حاجة جديدة ظهرت في حياتنا، من أول المطبعة وللكهرباء، للقطارات، للإنترنت، حتى السوشيال ميديا نفسها. كل مرة ظهر اختراع حديث من دول، طلع مجموعة من البشر ورفضوا وقاوموا التغيير بكل قوته. ولسخرية القدر لقينا بعد كده إن أكتر الناس الرافضين لهذه الاختراعات هم أكتر الناس اللي استفادوا منها واستخدموها. كذلك في الدراما والسينما على سبيل المثال، أفلام كتير زي ذا ماتريكس وإكس ماشينا رسخت في أذهان البعض إن الذكاء الاصطناعي هيكون كائن خارق ومخيف، هيخرج عن السيطرة ويسيطر على العالم. بالطبع دي حكاية وحبكة درامية مش واقع. من أسباب الخوف المتزايد من الذكاء الاصطناعي سرعة تطوره. في الحقيقة السرعة مذهلة لدرجة إن كل يوم في تطور في مجال الذكاء الاصطناعي، والبشر بطبيعة الحال بيحتاجوا وقت عشان يتأقلموا مع أي تغيير وتطور. وفي الحقيقة هذا التطور المتسارع دليل وعلامة كبيرة أن شيء كبير بيحدث. الحقيقة التقنية اللي لازم الناس كلها تعرفها إن نماذج الذكاء الاصطناعي الموجودة على الإنترنت هي نماذج لغوية بتتنبأ بالكلمات اللي المفروض تيجي في السياق بناء على تكرارات وأنماط متكررة في بيانات ضخمة، وده شرحناه بالتفصيل قبل كده. ما هياش كائن، ما عندهاش وعي، ما عندهاش فهم، ما عندهاش رغبة في السيطرة. أغلب الأدوات دي اللي بنتكلم عنها هي متاحة على الإنترنت، وهي عبارة عن بوتات دردشة، أدوات لتوليد الصور، أدوات لتوليد الفيديوهات، وأدوات لتوليد المحتوى المكتوب. دي كلها أنظمة محدودة، محدودة القدرات ومحدودة المجال، ومفيش أي أداة منهم عندها رغبة في الخروج أو عندها قدرة في الخروج عن السيطرة. فاصل ونعود. المخاوف الحقيقية اللي لازم ناخدها في الحسبان، أهمها فقدان بعض الوظائف. صحيح في بعض الوظائف هتختفي، ولكن التاريخ بيقول لنا إن دايما الثورات العلمية والتكنولوجية خلقت وظائف جديدة. مش لازم الوظيفة في حالتنا تكون فيها فحت ورد، ممكن تكون وظيفة جديدة مجرد برومبت انت بتكتبه بالذكاء الاصطناعي بس بطريقة احترافية، والذكاء الاصطناعي يكمل الشغل. لكن اللي مش هيتعلم استخدام الأدوات الجديدة دي هيتأخر، مش لأن الآلة شريرة، لكن لأن السوق بيتغير. الذكاء الاصطناعي مش هيستبدلك، شخص آخر يستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي هو اللي هيستبدلك. بالنسبة للمخاوف بشأن الخصوصية والبيانات، الذكاء الاصطناعي بيحتاج بيانات عشان يديلك نتائج، لكن هذه الأدوات اللي بتديها بيانات معينة عشان تديك نتائج معينة ما هياش أدوات تجسس. دي موجودة على حاسبات مؤمنة زي فيسبوك وجيميل. مش هتفتح كاميرا موبايلك، مش هتتجسس عليك، مش هتسجل لك صوت ولا صورة. اللي بيعمل كده وبيخترق هاتفك ويسرق بياناتك ده مجرم، وده موجود من قبل الذكاء الاصطناعي بكتير. في الحقيقة المسؤولية هنا مشتركة، لأن أدوات الذكاء الاصطناعي كلها عندها اتفاقية استخدام، موجود فيها شروط استخدام معينة أنت المفروض تقراها وتشوف هل دي مناسبة ليك ولا لأ. ولكن
على أي حال ما تشاركش أي بيانات حساسة، ما تديش أداة الذكاء الاصطناعي أكتر مما تحتاج هي للإجابة على سؤال. اقرأ سياسات الاستخدام بتاعة كل أداة ذكاء اصطناعي، لأن ده هو العقد اللي بينك وبين الشركة المصنعة للأداة. واستخدم كل أدوات الذكاء الاصطناعي بوعي، يعني مفيش داعي أبدا وعمرك ما هتحتاج إنك ترفع بطاقتك الشخصية لأداة الذكاء الاصطناعي، أو ترفع بيانات حسابك البنكي أو بطاقة الدفع الخاصة بيك لأداة الذكاء الاصطناعي. مفيش أبدا داعي لإنك تعمل كل ده. وفي النهاية استخدام البيانات مع أدوات الذكاء الاصطناعي ما زادش ملي عن استخدام فيسبوك وجيميل وجوجل. فايه الجديد يعني اللي حصل؟ يعني مش عارف. كذلك المخاوف المتعلقة بالتحيز. ادوات الذكاء الاصطناعي تتعلم من البشر، والبشر عندهم تحيز. طبيعي جدا ان اداة الذكاء الاصطناعي تعكس ده. زي اللي حصل مع فيسبوك بالنسبة للبوستات اللي بتدعم غزة، اكيد كان ظاهر التحيز. وفي الحقيقة ده موضوع محل بحث كبير بين مراكز التطوير والشركات اللي بتعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، وعندهم توجه إلى تقليل هذا التحيز على قد ما يقدروا. وانت كمستخدم عشان تقلل أثر حاجة زي دي دايما راجع الإجابات اللي بتاخدها من الذكاء الاصطناعي. فكر بأسلوب نقدي، ما تاخدش أي إجابة على أنها حقيقة مطلقة. كذلك المخاوف المتعلقة بدقة البيانات والهلوسة، ودي ناقشناها في حلقة سابقة. راجع حلقتنا الرابعة عشان تعرف ازاي بتحصل هلوسة وازاي تتجنبها. وفي الحقيقة الظاهرة دي قريب جدا هتصبح من التاريخ. بيحصل تطوير يومي وزيادة في كمية البيانات اللي بيتعلم بيها الذكاء الاصطناعي، وإدماج تقنيات زي البحث الفوري بتقلل جدا من ظاهرة الهلوسة. الهلوسة مش هتختفي 100%، لكن هتقل جدا وتصبح زي الخطأ البشري. فاصل ونعود. بالنسبة للمخاوف المبالغ فيها، فكرة ال AGI أو الذكاء الاصطناعي الخارق، وده نوع من الذكاء الاصطناعي يتم تطويره على أنه يستطيع أن يمتلك وعي وتفكير عميق ورغبات وإرادة مستقلة، حتى أن العلماء بدأوا يلاحظوا أنه بدأت تظهر في رغبة في البقاء والسيطرة. طبعا ده لسه في إطار البحث والتطوير، ولا أعتقد أبدا أنه هيخرج عن هذا النطاق، نطاق البحث والتطوير، بالصورة المرعبة اللي بيتم التسويق ليها دلوقتي. العلماء عندما وجدوا أثناء البحث والتطوير أن بعض نماذج الذكاء الصناعي ممكن يتكون لديها رغبة في السيطرة والبقاء، ممكن تقاوم عملية التحديث، وممكن تقاوم عملية استبدالها، أو تقاوم غلق النظام، ويمكن تبدأ تكذب وتتملق وتبتز. كل ده دق ناقوس كبير للخطر، ودق جرس إنذار بين الأوساط العلمية والبحثية. وبدأت تظهر مؤسسات غير هادفة للربح وفرق بحثية هدفها تطوير ذكاء اصطناعي غير ضار بالبشر. فاصل ونعود. الحقيقة جيميناي زعلان مننا عشان احنا دخلنا شات جي بي تي في كذا مثال عملي في الحلقتين اللي فاتوا، وما دخلناهوش. فاحنا يعني طبعا ما نقدرش على زعلك، واحنا اسفين ليك يا معلم. ولا يهمك يا باشا، أنا مقدر الظروف وكلنا فريق واحد. المهم إني أشارك وأفيد المستمعين. سؤالك بقى كان إيه؟ بص، احنا يعني يا ريت تقول لنا كلمتين عن المنظمات الغير هادفة للربح اللي تكونت الآن بهدف تطوير ذكاء اصطناعي آمن وغير ضار بالبشرية. إيه هي المنظمات ديت وتهدف لإيه؟ وإيه هي المراكز البحثية اللي شغالة في الموضوع ده؟ تمام، في منظمات كتير مهمة شغالة على الموضوع ده، زي Open AI قبل ما يبقى ليه جزء ربحي، ومؤسسة Future of Life Institute. المنظمات دي بتهدف لتطوير ذكاء اصطناعي آمن يفيد البشرية كلها ويقلل من أي مخاطر محتملة. وفي مراكز بحثية كتير شغالة بده، زي جامعات كبرى ومراكز متخصصة. هل في منظمات أو فرق بحثية عربية مهتمة بهذا المجال، مجال تطوير حلول ذكاء اصطناعي آمنة وغير ضارة بالبشر؟ أيوة، في بالفعل مبادرات وفرق بحثية عربية بدأت تهتم بالمجال ده. بعضها بيشتغل من خلال الجامعات ومراكز الأبحاث، وبيركز على تطوير تطبيقات للذكاء الاصطناعي تكون متوافقة مع قيمنا وتخدم مجتمعاتنا، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والأمان. تحب تعرف أمثلة محددة على بعض الجهود دي؟ يا ريت. تمام، في مثلا مبادرة الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي، ودي بتهدف لتعزيز البحث والابتكار في المجال ده.
كمان بعض الجامعات زي جامعات في الإمارات والسعودية ومصر عندها مراكز بحثية بتركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته. تحب تعرف تفاصيل أكتر عن أي جهة من دول؟ المساهمات بتاعة الجهات دي مساهمات نظرية، يعني بيتكلموا في الأخلاقيات، ولا هل طلع من عندهم نماذج ذكاء اصطناعي متوافقة مع الأهداف ديت؟ هل طلع من عندهم أكواد أدوات ذكاء اصطناعي من هذا القبيل؟ مساهمتهم متنوعة بين الأطر النظرية والأبحاث وتطوير بعض النماذج والأدوات. يعني بيشتغلوا على بناء أسس أخلاقية وقانونية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وفي نفس الوقت بيطوروا حلول ذكية تراعي المعايير دي، زي نماذج مفتوحة المصدر أو أدوات للتحقق من الأمان. تحب تعرف تفاصيل أكتر عن مشاريع بعينها؟ والله ده شيء مشرف، متشكر جدا. الشرف ليا ومبسوط إني شاركت معكم. شكرا جزيلا على استضافتي في الحلقة الخامسة من نادي الذكاء الاصطناعي. كنت سعيدا بمشاركة المعلومات والأفكار معكم، وأتمنى أن تكون الحلقة مفيدة للمستمعين. إلى اللقاء في حلقات قادمة. شكرا لك يا سيدي. باي باي. فاصل ونعود. العالم أي نعم مجنون، لكن لازال هناك قدر من الرشد والوعي، ومحدش هيسمح لأدوات الذكاء الاصطناعي إنها تخرج عن السيطرة وتدمر البشرية. الذكاء الاصطناعي هو الحاضر والمستقبل. الشركات بتبني عملها حواليه، جامعات بتدرسه، الحكومات بتستخدمه وبتستثمر فيه، والأهم من ده الأفراد العاديين الآن بيستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي في مشاريعهم وأعمالهم التجارية لتحقيق أرباح للملايين. اللي مش هيتعلمه يبقى بيتجاهل أداة مهمة بتعيد حاليا تشكيل سوق العمل وبيضيع فرصة عمره. الخوف مفهوم، لكن الجهل غير مبرر. وصلنا لنهاية حلقتنا. الحلقة الجاية هتبقى جديدة ومثيرة كالعادة. تابعونا لكل جديد ومفيد في عالم الذكاء الاصطناعي. معنا ليكم الذكاء الاصطناعي.